اذا بغيتي الكليان ما يهربش عليك ما تخدميش بهذه الطريقه هذه. بزاف ديال المبتدئات يسولوني كيفاش نحافظ على الكليان، يخيطوا عندي مره وجوج وثلاثه، ولكن ما تعرفوش الطريقه. هي الخدمه مخدومه متقونه، ولكن الفينيسيون ما كاينش. شوفوا لي لكم واش هذا هو الفينيسيون. اذا اخواتي السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا المشكل ديال الفينيسيون. يعني كما كتشوفوا هي الخدمه مخدومه زوينه تبارك الله، الخدمه غزاله، ولكن الفينيسيون ما كاينش. ها هي الدوره ديال الكول اللي خدمت معكم من قبل وقلت لكم بلي راه ضروري تنبتوها عاد نخدموها، نبلوها عفوا، نبلوها بالبرا والخيط عاد نخدموا عليها الرنده. ولكن ها هي البياسه كلها مخدومه بالرنده، ولكن الفينيسيون ما كاينش. اذا شنو بان لكم في هذه الخدمه هذه؟ نتمنى تعطيني الراي ديالكم في التعليق. اذا هذه الخدمه هذه راها ناقصه. دائما المبتدئات او السيدات اللي كيتعلموا الخياطه او الرنده راه الفينيسيون هو الخدمه. ها هي الخدمه كتبان من داكشي غزاله تبارك الله ما شاء الله، ولكن الفينيسيون ما كاينش. هادشي كله خاصو يدفينا، وانا شديت هذا القميص على اساس غير نفينيه. انا ماشي انا اللي خدمته، بصح المولاتو اللي خدماتو، ولكن الفينيسيون راه ما كاينش اخواتي. اذا نتمنىكم تعطيوني الراي ديالكم في التعليق. بالنسبه للكمام هما هادو، شوفوا معايا لكم، شوفوا معايا الخدمه كيفاش جات. هي الخدمه ديالكم هي غزاله ما شاء الله، ولكن ما كاينش الفينيسيون. ضروري هادشي كامل خاصو يدفينا. المهم البنات كما كتشوفوا انا حاولت نفيني قد ما، علاش ما قديت، حيت الخدمه الفينيسيون ضروري تيكون قبل ما تنخدموا الرنده، خصوصا الكمام ولا الكول. المهم انا فينيت كما كتشوفوا بالبرا والخيط، كنفينو كلشي دوك الزوائد، وكنحاول حتى الثوب ما كنشدوش فيه بزاف باش ما كيبانش داك الخيط على برا. المهم الفينيسيون البنات راه هو الخدمه. هانتوما الكول ها هو، حاولت نفيني قد ما يمكن. اذا اخواتي نتمنى منكم تستافدوا من هذا الدرس هذا. بالنسبه للاخوات المبتدئات ضروري من الفينيسيون. و استسمح بالنسبه للاخوات اللي تيقولوا لي راه تيجيو عندنا الكليان تيخدموا عندنا مره واحده وما كيرجعوش، ولكن راه السبب ما كيعرفوش مناش. ولكن اخواتي دائما الا كانت الخدمه ديالك متقونه وخدمتيها على بالنيه ديالك، يعني بالنيه ديالك، راه ان شاء الله راه سيد ربي ما غاديش يخيبك. والكليان الا شاف الخدمه ديالك متقونه راه غادي يمشي وغادي يرجع، كوني اكيده من هذه النقطه هذه. والخدمه ديالي انا نفينيها ونخدمها كما يرضي الله عز وجل، يعني كما بغيت انا تغرد ديالي، يعني تديك الكليانه او الزبونه خاصني نتقن ليها الخدمه ديالها، والارزاق على الله. اذا هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم اخواتي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وخليوا لي الاراء ديالكم في صندوق الوصف ان شاء الله، باش نشوف التعليق ديالكم. ولا عندكم اي سؤال او لا اي استفسار خليوه لي في لي كومونتير. ونتمنى منكم تزيدوا تدعموا الصفحه والقناه، تدعموها ان شاء الله باش دائما نستمروا نحطوا لكم الفيديوهات ان شاء الله، خصوصا ديال الرنده او لا ديال الخياطه عموما. اذا غادي نختم بواحد المقوله: ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.